بيبدأ الفيلم مع مؤلفة روايات اسمها جينيفر، كانت رايحة بعربيتها لمنطقة معزولة على أطراف المدينة، ورايحة هناك عشان تقعد لوحدها شوية عشان تقدر تكتب روايتها الجديدة. وبتروح لواحد اسمه إيرل، وإيرل ده هو صاحب البيت اللي هتأجره منه في الفترة اللي هتقعد فيها هنا. وإيرل عطلها مفتاح البيت ووصف لها طريق البيت عشان تروحه، والبيت موجود في مكان معزول وبعيد عن أي بيت تاني في المنطقة. ودي المواصفات اللي جينيفر كانت عايزاها عشان تنعزل عن العالم وتقدر تألف كويس. وفي الطريق جينيفر وقفت عند بنزينة عشان تحط بنزين، وكان شغال في البنزينة 3 رجالة. وسألت واحد منهم اسمه جوني على طريق البيت بتاع إيرل لأنها تاهت ومش عارفة توصل. وجوني وصف لها طريق البيت وحاول يفتح معاها كلام بس هي اتجاهلته. وبعد ما حطت البنزين جوني راح يقفل غطا التانك بتاع العربية، وهي برضه جت تقفله بس اتلبخت فقامت دايسة على زرار الإنذار في المفتاح. وجوني اتخض من الصوت وخبط في جرد المية على الأرض واتدلق عليه، وزمايله الاتنين فضلوا يضحكوا ويتريقوا عليه. وبعد ما جينيفر سابت البنزينة فضلت ماشية في الطريق لغاية ما وصلت عند البيت، والبيت كان في مكان معزول في الغابة. ودخلت حاجاتها البيت وبدأت ترتبها، وكانت جايبة ازايز خمرة ونبيت كتير معاها. تاني يوم جينيفر كانت قاعدة قدام البحيرة اللي عند البيت وسمعت صوت جاي من الغابة لكن ما اهتمتش من الصوت. وبالليل كانت بتكلم واحدة قريبتها وبتحكي لها عن البيت وعن المكان، وسمعت صوت جاي من ناحية كوخ التخزين التابع للبيت فبتروح تشوفه لكن ما بتلاقيش حد فيه. والكوخ كان موجود فيه شوية عدة ومواد كيميائية. فقامت طافية النور وقفلت الباب بتاعه ورجعت تاني للبيت. وهي بتشرب نبيت الكاس اتدلق على رجلها فقامت عشان تغسل هدومها، ولكن كان في حد من بره البيت بيصورها بكاميرا وهي مش شايفاه. تاني يوم بتخرج عشان تجري في الغابة وبتلاحظ بيت مهجور وسط الغابة متساب بقاله سنين، وبتكمل جري. ولما بترجع البيت بتلاقي ان صرف المية عندها بايظ، فبتتصل بإيرل صاحب البيت وبتعرفه ان الصرف بايظ وبيقول لها انه هيبعت حد يصلحه. ولما بتنهي المكالمة التليفون بيقع منها في الحمام فبتطلعه بسرعة وبتحاول تنشفه لكن مش بيشتغل. وبعد شوية العامل اللي بعته إيرل بيوصل وكان اسمه ماسيو، وبيكون عقله على قده شوية. ولما بيخلص تصليح صرف المية جينيفر بتشكره وبتبوسه من خده، فبيتكسف وبيمشي بسرعة من قبل حتى ما ياخد حسابه. بعد كده ال3 رجالة اللي شغالين في البنزينة كانوا متجمعين سوا وبيصطادوا عند البحيرة. والاتنين زمايل جوني كان اسمهم أندي وستانلي، وكان واضح عليهم إنهم ساديين وبيستمتعوا بالتعذيب لأنهم كانوا بيعذبوا السمك اللي بيصطادوه. وستانلي كان بيصور اللي بيعملوه لأنه مهووس بالتصوير. وبعد شوية ماسيو جالهم وحكى لهم على جينيفر وإنها بسته، وهما فضلوا يتريقوا عليه. وستانلي ورا لهم فيديو وطلع إن هو اللي كان بيصور جينيفر امبارح لما كانت بتغسل هدومها. وماسيو قال لهم جينيفر معجبة بيا عشان كده بستني. واندي وستانلي فضلوا يستخفوا بكلامه ويتريقوا عليه وقالوا له واحده زي دي ما بيعجبهاش حد، دي ما كانتش مهتميه وهي بتكلم جوني في البنزينه وكمان خلت شكله مسخره قدامنا، دي واحده مرفهه وما يهمهاش اي حد. وجوني اتضايق جدا من كلامهم وقال لهم انا لو عايزها تعجب بيا هعمل كده. والموضوع كبر في دماغه ودخل في تحدي معاهم. وبالليل جينيفر بيكون معاها سجاير حشيش وشربت سيجاره منهم وبعدها نامت. ولكن بعد شويه صحت على صوت خبط على الباب، ولما راحت تشوف الباب ما لقيتش حد. وبعدها سمعت صوت تاني بس برضه ما كانش في حد. وسمعت صوت للمرة التالتة، ولكن المرة دي لقيت عصفور ميت قدام الباب. وشافت النور بتاع الكوخ منور فقامت راحت طفت النور ورجعت تاني للبيت. ولكن لما رجعت لقيت صورة ال3 عمال بتوع بنزينة موجودة على اللابتوب بتاعها على الترابيزة، وفجأة دخلوا عليها البيت وكان معاهم ماسيو. وجينيفر فضلت تزعق لهم وقالت لهم اطلعوا بره انا كلمت البوليس وزمانه جاي. بس جوني قال لها كلمت البوليس ازاي وتليفونك بايظ؟ ماسيو عرفنا ان تليفونك باظ بسبب مية الحمام. وجينيفر كانت مرعوبة جدا وفضلت تترجاهم عشان يمشوا، وقالت لهم ان حبيبها زمانه جاي. لكنهم ما صدقوهاش وفضلوا يرخموا عليها وكانوا عايزينها تشرب معاهم خمرة لأنهم لقوا أزايز الخمرة اللي جايباها معاها. وأندي فضل يرمي عليها أعواد كبريت متولعة. وستانلي كان بيصور كل اللي بيحصل فيديو بالكاميرا بتاعته، وأرغموها إنها تشرب معاهم وفضلوا يضايقوها ويتحرشوا بيها. وفضل أندي يرخم عليها بس قامت بسرعة واخدة منه الإزازة وضربتها بيه في رجله، ورشت عليهم سبراي فلفل خدته من على الترابيزة وهربت من البيت بسرعة وفضلت تجري في الغابة. وهي بتجري شبشبها اتخلع منها وكملت جري حافية على رجليها. وشافت قدامها ستورش مأمور البلد وكان ماشي مع إيرل صاحب البيت وحكت له على كل حاجة. فقام ستورش رايح معاها البيت ودخل يفتشه لكن ما لقاهمش. وشاف ازايز الخمرة وعرف منها انهم بتوعها، وسألها ان كانت شربت النهارده ولا لا وعرفته انها شربت شوية. وستورش بيشوف باقي سيجارة الحشيش، وفي الاول جينيفر قالت له انها بتاعت الناس اللي اقتحموا بيتها، بس هو بيشوف اثار الروج على السيجارة. وجينيفر اعترفت له انها بتاعتها وقالت له انا فعلا شربت لكن كل اللي حصل كان حقيقي، انا ما كنتش سكرانة وهم فعلا دخلوا عندي البيت. وستورش ما صدقهاش وفكر انها كانت سكرانة وبتتخيل، وزقها على الجدار عشان يفتشها. لكن المفاجأة انه بدأ يتحرش بيها. فجأة ال3 شباب ومعاهم ماسيو ورجعوا تاني وطلع ان المأمور ستورش هو كمان معاهم. وستانلي كان بيصور كل اللي بيحصل. وستورش فضل يرخم عليها هو كمان، وماسيو ما كانش عاجبه اللي بيحصل لكن ما قدرش يتكلم ولا يمنعهم. وجينيفر ضربت ستورش بالقلم بس هو فضل يضربها وقعها على الارض، وارغموها انها ترقص لهم وكتفوها وطلبوا من ماسيو يعتدي عليها. وفي الاول ماسيو كان رافض لكن وافق بعد كده لما ارغموه واعتدى عليها فعلا. والباقيين فضلوا يهزروا ويسخروا منها. وجينيفر قامت وخرجت برا البيت وحاولت تهرب، لكنهم جريوا وراها في الغابة ومسكوها وبدأوا يعتدوا عليها كلهم واحد ورا التاني.
وجينيفر أغمى عليها، ولما فاقت كانوا لسه موجودين، وقامت على رجليها وحاولت تمشي، وكانوا واقفين بيتفرجوا عليها لأنهم عارفين إنها مش تقدر تهرب منهم. وفضلوا ماشيين وراها في الغابة لغاية ما وصلت عند جسر فوق بحيرة صغيرة. وستورش قال لها احنا اتبسطنا باللي عملناه فيكي ومش ندمانين على اللي عملناه. وكانوا خلاص قرروا يقتلوها وكان هيضربها بالنار، لكن بسرعة جينيفر رمت نفسها من على الجسر ونطت في المية وما بقوش شايفينها. ونزلوا تحت الجسر وفضلوا يدوروا عليها في البحيرة كلها لكن ما لقوهاش. وستورش قال لهم احنا هنفضل ندور عليها كل يوم لغاية ما نلاقيها سواء عايشة أو ميتة، وهنقسم نفسنا مجموعات عشان نغطي المنطقة كلها، وهندور في أي مكان ممكن تستخبى فيه أو أي مكان ممكن تكون المية جرفت الجثة عنده. وستورش طلب من أندي يروح بيتها عشان يلم كل حاجاتها ويحرقها، وخلى جوني ياخد عربيتها عشان يفككها ويتخلص منها. وشاف الكاميرا في ايد ستانلي فاخد منه الشريط اللي في الكاميرا وكسره عشان ما يكونش فيه اي دليل ضدهم. وبعد كده ستورش رجع بيته عادي كأن مفيش حاجة حصلت، وقابل مراته وبنته، وبنعرف ان بنته متفوقة في دراستها وهتدخل فصل مخصوص للمتفوقين. تاني يوم بيروح ستورش لإيرل صاحب البيت واداله مفتاح البيت، وقال له جينيفر سابت البيت امبارح ومشيت وعطتني المفتاح عشان اوصله لك. وفي الايام اللي بعد كده ماسيو بقى منعزل لوحده وكان حاسس بالذنب بسبب اللي عملوه معاها لدرجة انه تخيل انها واقفة قدامه. واما الباقيين كانوا مكملين حياتهم عادي جدا ولا كانهم عملوا حاجه. واندي فكك العربيه بتاعه جينيفر وتخلص منها. وجوني كان بيقضي وقته كله في البنزينه وعمال يعاكس الزباين اللي بيجوا كالعاده. وكانوا دايما بيتقابلوا وبيقضوا وقتهم سوا كانهم ما عملوش اي حاجه. وخلال الايام اللي بعد كده كانوا لسه محافظين على ورديات التدوير على جينيفر، لكن ما لقوش اي حاجه تدلهم عليها او على جثتها. اما ماسيوف كان لسه منعزل عنهم وكان دايما شايل الذنب وبيفتكر كل حاجه عملوها مع جينيفر. وبيعدي شهر، وفي يوم ايرل صاحب البيت كلم ستورش وقال له في واحده قريبه جينيفر اتصلت عليا تسال على جينيفر لانهم ما شافوهاش بقالهم شهر وما تواصلوش معاها. وجينيفر كانت سايبه لهم رقمي ومعرفاهم انها هتأجر البيت بتاعي، والتوقيت اللي هم بيقولوا عليه ان هم ما شافوهاش فيه ده نفس التوقيت اللي انت قلت لي انها مشيت فيه من البيت لما ادت لك المفتاح. وايرل عطى لستورش رقم قريبه جينيفر وطلب منه يتواصل معاها ويعرفها انه اخر واحد شاف جينيفر وانها مشيت من البيت. تاني يوم ستانلي بيروح يجري على جوني واندي وبيقول لهم الكاميرا بتاعتي اتسرقت من البيت وكان عليها الشريط اللي صورته لجينيفر. وطلع ان ستانلي بدل الشريط قبل ما ستورش يكسره. وجوني انفعل عليه وفضل يضربه وما بقوش عارفين يتصرفوا ازاي لان الشريط ده كده دليل على اللي عملوه في جينيفر. وبالليل جوني بيسمع صوت قدام بابه، ولما بيفتح الباب بيلاقي عصفور ميت فبيرميه بعيد وبيفكر ان حد من اصحابه بيرخم عليه. وبعد شويه بيسمع صوت تاني وبيلاقي برضه عصفور ميت قدام الباب، فبيتعصب جدا وبيفتكر ان اندي او ستانلي بيرخموا عليه. ولما بيسمع صوت للمره التالتة بيخرج بره وبيفضل يضرب رصاص من المسدس بتاعه في اتجاه الغابه، وبيلاقي الشبشب بتاع جينيفر قدام الباب، فبيجري ناحية الغابة وبيشوف على الأرض الأساتك اللي ماسيو على طول بيلبسها، فبيفتكر إن ماسيو هو اللي بيرخم عليه. تاني يوم المأمور ستورش بيرجع بيته ومراته ادت له شريط كاميرا فيديو وبتقول له في حد ساب الشريط ده على عتبة الباب بس الجهاز بتاعنا بايظ ومش عارف أشغله. ولما بيشوف الشريط بيعرف إنه بتاع ستانلي فبيتعصب جدا وبيخرج عشان يروح لستانلي. في الوقت ده أندي وستانلي كانوا موجودين عند جوني، وجوني حكى لهم على اللي حصل معاه امبارح وافتكروا كلهم إن ماسيو هو اللي كان بيرخم عليه. والسورش بيوصل وبيفضل يزعق لستانلي لانه بعت الشريط على بيته وما كانش يعرف الشريط ده جوه ايه. وجوني عرف ستورش ان الشريط ده هو اللي صوروه لجينيفر وانه اتسرق من ستانلي من كام يوم. وستورش اتعصب على ستانلي ورمى الشريط في النار، وفضلوا يهدوه وقالوا له ان ماسيو هو اكيد اللي عمل كده لان ماسيو مهووس بجينيفر وحاسس بالذنب ناحيتها. وحكوا له اللي حصل امبارح مع جوني عند بيته وان جوني لقى الاساتك بتاعه ماسيو قدام البيت. وستورش طلب منهم يدوروا على ماسيو النهارده ويشوفوا موجود فين. بعد كده ستورش بيكلم ايرل وبيطلب منه يجي معاه الغابة عشان يصطاده، ولكن ستورش بيغدر بيه وبيقتله لأن ايرل هو الشاهد الوحيد إن جينيفر قابلت ستورش قبل ما تختفي على طول. أما ماسيو فكان في الوقت ده عند البيت اللي جينيفر كانت ساكنة فيه، وسمع صوت جينيفر من جوه البيت بتنده عليه، ودخل البيت بسرعة يدور عليها لكن ملقاهاش، وسمع صوت مرة تانية وطلع على السلم عشان يشوفها في الدور اللي فوق، لكن وهو بيجري وقع من على السلم وأغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه في البيت المهجور اللي جينيفر شافته في الغابة لما كانت بتجري، وبيلاقي جينيفر قاعدة قدامه وجينيفر بتتكلم معاه بكل هدوء وبتطلب منه يجي يقعد جنبها. وماسيو بيفضل يعتذر لها وبيقول لها انه كان عايز يساعدها بس ما قدرش يعمل كده، وبيفضل يتأسف لها كتير وبيطلب منها انها تسامحه. وفجأة جينيفر بتطلع حبل من الشنطة اللي جنبها وبتلف الحبل على رقبة ماسيو وبتفضل تخنقه. تاني يوم أندي وستانلي بيكونوا بيدوروا على ماسيو في الغابة وبيسمعوا صوت الهارمونيكا بتاعت أندي حد بيعزف عليها من بعيد، فبيفكروا إن ماسيو سرق الهارمونيكا وهو اللي بيعمل كده، وبيفضلوا يدوروا عليه وبيجروا ورا الصوت لغاية ما بيوصلوا للبيت المهجور اللي في الغابة. واندي بيدخل البيت لكن بيلاقيه فاضي، وبيلاقي جوه البيت مرتبة، وبنعرف ان جينيفر كانت عايشة في البيت ده طول الشهر اللي فات وكانت بتنام على المرتبة دي. وكمان بيلاقي علب اكل مفتوحة منتهية الصلاحية، والاكل ده هو اللي جينيفر كانت بتاكله طول الفترة اللي فاتت. اما ستانلي فبيكون بره بيدور حوالين البيت، وفجأة بيلاقي جينيفر في وشه وبيجري عليها عشان يمسكها، لكن رجله بتقع في فخ جينيفر هي اللي عاملاه وما بيقدرش يتحرك.
وبيفضل ينادي على أندي، ولما أندي بيخرج جينيفر بتيجي من وراه وبتضربه على دماغه وبيغمى عليه، وكمان بتضرب ستانلي وبيغمى عليه هو كمان. ولما أندي بيفوق بيلاقي نفسه مربوط بالحبال ومتكتف فوق بانيو، وتحت منه خشبتين مسنود عليهم، وجينيفر ملت البانيو بالمية. وأما بره كانت جينيفر ربطت ستانلي في شجرة وصورته بالكاميرا بتاعته وما كانش قادر يتحرك، وطلعت فار ميت من معاها وحطت الفار في بقه وخلته يستفرغ، وكمان جابت خيط من بتاع الصيد وشبطت خطاف في جفن عينه وربطت الخيط في الشجرة عشان عينيه تفضل مفتوحة وما يقدرش يرمش، وسابته ودخلت عند أندي وبيكون البانيو اتملى. وأول ما أندي بيشوفها بيفضل يعتذر لها، وبتفضل تغرق أندي في البانيو وبترجاها إنها تفكه وتسيبه، بس بتسيبه وبترجع عند ستانلي وبترجاها هو كمان إنها تفكه. وجينيفر بتطلع سمكة من معاها وبتخرج أحشاء السمكة بالسكينة وبتحط الأحشاء على وشه وبتسيبه وبترجع عند أندي، وبتفضل جينيفر تغرقه في مية البانيو وبيستمر في اعتذاره ليها وإنه يترجاها إنها تسيبه. وبتجيب مادة كاوية وبتحطها في البانيو، والمادة دي جابتها من الكوخ اللي كان عند البيت، وبتشيل خشبة من الخشبتين اللي تحت منه، وكده بقت خشبة واحدة بس اللي شايلة أندي، ووشه بيجي في المية اللي في البانيو وبيبدأ وشه يدوب بسبب المواد الكيميائية. وبتخرج جينيفر عند ستانلي وبتكون الغربان اللي في المنطقة اتلمت عليه بسبب ريحة أحشاء السمكة، وبتفضل الغربان تاكل في عينيه وفي وشه وهو عايش لغاية ما أخيرا بيموت. وأما أندي ما قدرش يستحمل يفضل رافع جسمه ووقع في البانيو والمادة الكاوية دوبت وشه بالكامل ومات هو كمان. وبعد كده جينيفر بتروح لجوني في البنزينة وبتعمل نفسها زبونة عادية وبتديه ظهرها، وأول ما جوني بيقرب منها بتلف بسرعة وبتخبطه بحديدة وبيغمى عليه. ولما جوني بيفوق بيلاقي نفسه متكتف في البيت اللي في الغابة، وجينيفر بتكون واقفة قدامه وبتفضل تستفزه بالكلام وتسخر منه، وجابت بنسة وفضلت تشيل سنانه واحدة ورا التانية وكان عمال يصرخ من الألم، وجوني فضل يشتمها وقال لها إنه هيقتلها. وقامت جينيفر جايبة مقص أشجار وقطعت بالمقص الجزء اللي تحت وسابته ينزف لغاية ما مات هو كمان. أما المأمور ستورش مراته كلمته في التليفون وقالت له المدرسة الجديدة المسؤولة عن فصل المتفوقين بتاع بنتنا موجودة هنا في البيت دلوقتي، وبيطلع إن جينيفر هي اللي موجودة في البيت، وخدت التليفون منها وكلمت ستورش. ولما ستورش سمع صوتها عارف إنها جينيفر، وجينيفر نهت المكالمة. وستورش بيتجنن جدا وبيخاف على مراته وبنته وبيرجع البيت بسرعة، لكن لما وصل البيت ما لقاش بنته موجودة، ومراته قالت له إن المدرسة أخدت بنتهم عشان تفسحها في الحديقة مع باقي زمايلها من الفصل. وستورش بيركب عربيته وبيروح بسرعة عند الحديقة العامة وبينزل من العربية يدور عليها لكن ما بيلاقيش حد. ولما بيرجع يركب العربية تاني جينيفر بتكون قاعدة في الكرسي اللي وراه وقامت ضرباه على دماغه بسرعة وأغمى عليه. ولما ستورش بيفوق بيلاقي نفسه موجود في البيت اللي في الغابة، وكانت جينيفر ربطاه بالحبال على الترابيزة، وكمان أخدت البندقية بتاعته وثبتتها في الكرسي وصوبت البندقية عليه من ورا. وستورش فضل يترجاها إنها تسيبه وحاول يوصل معاها الحل إنها تسيبه وفضل يعتذر لها ويترجاها كتير، لكنها ما اهتمتش بكل كلامه، وقامت جايبه حبل وربطت طرف الحبل في زناد البندقيه والطرف التاني بتاع الحبل ربطته في ايد ماسيو اللي طلع انه لسه عايش لكن كان مغمى عليه على الكرسي اللي قدام ستورش. وقالت لستورش انا مبسوطه باللي عملته فيكم ومش ندمانه ابدا، وسابته وخرجت من البيت وقعدت بره. وبعد شويه ماسيو بيبدا يفوق وستورش بيقول له ما يتحركش، لكن ماسيو ما بيستوعبش الكلام وبيقوم عشان يتحرك، ولما اتحرك الحبل شاد زناد البندقيه والرصاصه ضربت من البندقيه وقتلت سورش واخترقت دماغه وكمان جت في ماسيو وقتلته. وجينيفر كانت قاعدة بره البيت وسمع صوت الرصاصة وكانت فرحانة إنها قدرت تنتقم من كل اللي أذوها. وخلص الفيلم. أتمنى يكون قصة الفيلم ده عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وعرفونا رأيكم في التعليقات واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم مننا كل جديد. سلام.